السلام عليكم، مرحبا بكم حبيباتي في فيديو جديد. نتمنى تكونوا بخير. نتمنى الفيديو تاعي اليوم تلقاكم كامل مهنيات وكامل في صحة جيدة. اول حاجه نشكر كامل اللي انضموا جداد للقناه، نقول لكم مرحبا بكم، نورتوني وشرفتوني، ونتمنى لكم فرجه طيبه ممتعه للجميع. هنا كما راكم تشوفوا بديت لكم فيديو هكا من خرجه. هكا حبيت نوع شويه في الفيديوهات تاعي هكا باش تكون فيه مخرجه، نديكم كل خطره وين نديكم. هنا كما راكم تشوفوا بديتكم بهذا البازار، بازار الحاجة مغنية جاي في الطاهر ولاية جيجل. حبيت هكا حبيت نخرجكم معايا هكا باش تشوفوا واش فيه ابي بري. مهم انا هنا ما قدرتش يعني نصور حاجات كبيره، ولكن صورت لكم حاجه اللي قدرت نصورها نصورها راني صورتها. كما هنا شوفوا هذا السيرفيس هذا اللي بالبيض والكحل. يعني ما شاء الله شوفوا كيفاش يجيب بزاف. هاي المام هذا الخطر تاع القهوه عجبني، بصح هذاك الكحل هو اللي دالي عقلي. يعني افضل حاجه عجبتني في الحانوت هذا هو، يعني بالنسبه لي سيرفيس. اما الباقي شغل كان هكا عنده بزاف هكا الانواع تاع لي سيرفيس. مام هذا الموف صح ما بانش بزاف في الفيديو، مي بصح الشكل تاعو بزاف هايل. هنا هكا هادوما لي تيرموس. المهم انا حبيت نشارككم بهكا مقتطفات من نهاري كيفاش كان. وهنا كاين هادو لي بلاطو جايين هكا. هنا عنده تاني مام هادو هكا النوار هادو. كاين مام هادوما تاع مثلا تحبوا تحطوا فيهم مكسرات ولا. المهم هنا هاد الجهه فيها لي كوكوط، فيها طواوي، فيها مهم فيها بزاف حاجات. المهم دورنا شويه وعاودنا شغل رجعنا للدار. المهم هذاك الحاجات اللي قدرت نصورها ما راني صورتها معكم، وهنا نشارك معكم واش قضينا. كنا يعني خرجنا هكا قضينا شويه، ماشي حاجات بزاف، بصح حبيت هكا نشارك معاكم الحاجات اللي شريتهم. هنا هادوما لي مادلان واسمهم الزنجبيل الفلان. كما تعرفوني قلت لكم نحب هذا نواره. وتاني الخميره تاع غاتو فرماج كاكاو، وحليب تاع الغبره، وهذاك العدس الاحمر. يعني هذا ما كان. وانا شريت شويه تاع الطماطم. اما بالنسبه لهذه الاخرى هذه اللي كنت شريتها من بازار الحاجه مغنيه، البري تاعها يدير 30,000. هذه فيها 3 انواع، نوع 4. كاين هذه اللي تجي فيها هكا بقجر واحد، وكاين اللي تجي فيها زوج، وكاين يجيو فيها 3. انا حبيت نشري هذه اللي فيها غير واحد هكا باش ننظم فيها المكياج تاعي. ولا مهم من بعد ان شاء الله راح ندير لكم فيديو وننظم فيها المكياج تاعي والاخر معاكم. وهنا تاني شريت هذه حاشاكم البليغه هكا ولا هذه بشماكه هكا باش كنصور هكا لي فيديو ولا لي روتين ما نبانش. وهنا حبيت نشارككم بهذه الوصفه تاع الكروكي. يعني كنت شفتها هكا في الفيسبوك، قلت شغل انا تاني نجربها ونشوفها يعني هكا باش نشارك معاكم منها، باش نشارك معاكم فيديو، وتاني باش نجربها ونقول لكم رايي فيها. هذا الكروكي يجي بدون بيض، يعني غير بالزيت والسكر والحليب. هكا زيت سكر وحليب. هنا اول حاجه نحطوا السكر ونزيدوا الزيت والحليب، يعني نخلطوهم كامل مع بعضهم مع تاني لافاني. هنا تاني اللي عندها مبشور الليمون. انا كان عندي هذا في الكونجيلاتور كنت درته، وكل خطره يعني جبت هكا بالمغرفه. وكما تعرفوا القارص يعطي نكهه بزاف بنينه للحلويات. يعني كي تلقاو هكذا القارص ولا الموسم تاع القارص، هذاك المبشور كامل حطوه في الكونجيلاتور. بشروه في العرب وحطوه في الكونجيلاتور في كاس. ولا انا عندي هذا الكاس تاع المايونيز يعني بالغطاء تاعو كلش نحط فيه ونحطه في الكونجيلاتور. وقت ما نحب نخدم الحلوه ولا البريوش ولا يكون واجد عندي القشور تاع القارص هذه هي. المهم هنايا جبت الباتور ونخلط مليح هذاك الحليب والزيت والسكر حتى يذوب لي السكر، وتاني الحليب والزيت ينسجموا مليح مع بعضهم. هذه هي. هنايا كما راكم تشوفوا هذا هو الخليط اللي تحصلت عليه. هنا راح نضيف الفارينه تاعي ولا لوفير. بالنسبه للوفير راح نحط باكي ونص، والفارينه راح تشوفوا معايا شحال من كاس راح نحط. هنا عندي كاس الاول تاع فارينه نحطو، ونحط باكي ونص تاع لالوفير، ونجيب الباتور نخلط. يعني هاد الكاس الاول نخلطو هكا بالباتور حتى يدخل مليح. ومن بعد بالنسبه للكاس الثاني والثالث راح نضيفهم يعني على دفعات هكا. نحي يعني الباتور هكا باش نحس بالعجينه تاعي شحال تحتاج. هنا بعد ما كان دخل لي هذاك الكاس الاولاني، هنا خلاص راح نحي الباتور ونزيد الكاس الثاني
وبالنسبه للكاستيلت هو اللي نضيفوه على دفعات. هنا مشت الفارينه لاباط تاعي مازالت محتاجه الفارينه، ضفت لها هكا الكاس الثاني. اما بالنسبه للكاستيلت بغيت نضيف هكا غير بشويه ونخلط بيدي، يعني على حساب الفارينه تاعكم هكذا. يعني راحوا غير بشويه. هنايا زدت الكاس الثالث وبقيت هكا نخلط. هنا مازالت طريه، راح نقسم هاد لاباط على زوج. جزء راح نحط له الكاكاو، وجزء راح نزيد له شويه تاع الفارينه. هنايا كنت زدت له حوالي 4 كاس فقط، يعني كلات لي 3 كيسان وشويه، يعني 3 كيسان وربع هكذاك ابيبري. وبالنسبه لهذاك الجزء خليته طري وراح نحط له الكاكاو هكا. ديما الجزء اللي تحطوا له الكاكاو خليه طري، خاطر الكاكاو ينشف بزاف لاباط. بالنسبة للقوام، هذا هو القوام اللي تحصلت عليه، يعني تكون طرية ما تكونش ناشفة بزاف هكا، يعني كيما الكروكي العادي. برك هنا ما نحطوش البيض. هذه تاني بالنسبة للجزء اللي درته هكا بالكاكاو. وتحبوا ديروها يعني عادي ما ديروا لهاش الكاكاو، نتوما كيما حبيتوا. انا حبيت هنا نديرها شويه بالكاكاو وشويه كيما شفتوا درتها عاديه بيضه. هنا راح نجيب حربوش هكا نفتحوه، راح نجيب تاني هذا حربوش تاع الكاكاو نديروه هكا ونحطه في الوسط ونغلق عليه، يعني كيما نديرو الكروكي العادي. انا برك هنايا حطيت هذا البابي باش نخدم فوقه، باش الاخر تاعي ما يدبغليش فيها الزيت، باسكو هذه الرخامه تاعي تطلق يلصق فيها بزاف الزيت هكا. يعني عاونت روحي بهذا البابي، وتاني عاوني في الخدمه. يعني كي ديروا الحلويات ولا افتحوها فوق هذا البابي هكا ورق الطي هكا، يعني تجيكم بزاف الخدمه سهله. هنايا هذا الرولو تاعي راح نلويه هكا ونخدمه يعني كما نخدم الكروكي العادي. هنا هذه هي الصينيه تاعي بعد ما كملت. جاوني هكا زوج وهذه صغيره، يعني جاوني زوج ونص. نتوما على حسب ما تقسموا العجينه تاعكم. هنا راح نجيب هكا كميه تاع حليب صغيره برك، وراح نجيب الكاكاو. قلت لكم هذا الكروكي ما فيهش البيض، غير بالحليب برك. هذا ما كان الحليب وشويه كاكاو، وراح ندهن من فوق ونعاود نزين بشويه تاع جرجلان. انا نحب الجرجلان بزاف فهادوما في المخبوزات ولا في الكروكي ولا، يعني نحط الججلان من فوق. نتوما الا كان عندكم ديروا، لكن ما عندكمش كيما حبيتوا تقدروا ديروا هكا غير بشويه حليب وشويه كاكاو، وتزينوه من فوق بالفرشيطه. ديروا له هذوك الخطوط اللي نعرفوهم ومتعارف عليهم كامل يعني في الكروكي نتاعنا. هنا كانت هذه هي يعني الوصفه مديتها لكم هكا بالتفصيل، اللي تحب دير ولا تحب تجرب. بالنسبه للمذاق تاعو صراحة هو بنين، عجبني يتكل، بصح شغل الجو تاعو شوية رايح هكا تحسو رايح للسماط، ما فيش هذيك البنة تاع البيض. كما نعرفوا العظام يجيو شوية بنان ولا البيض يجيو شويه بنان. اما بالنسبه لهكا يعني وحده اللي تكون عندها حساسيه، اللي يكونوا مثلا عندهم حساسيه من البيض ولا هذا الكروكي ننصحكم به، يعني يجي بزاف بنين، سورتو كي تعاودوا تحمروه مليح وطيبوه هايل. ولا وحده مثلا يكون ما عندهاش العظام ولا، يعني تقدر تديروا هكا مثلا وتقدموا لولادها، ولا اللي هي مثلا تجهات وما عندهاش العظام ما عندهاش اللي يشري لها ولا، يعني تقدروا ديروه يعني وصفه ناجحه ويطلع معاكم يتبدل الشكل تاعو. شوفوا هنايا الحجم تاعو شحال، ودوك تشوفوا يعني كي يطيب ونخرجوا شوفوا هنا ما شاء الله شحال طلع يعني وتفخفخ ورجع لي بزاف هايل. هنا راح نعاود نقطعوه هكا ونعاود ندخلوه يتحمر لي في الجوانب في زوج. صراحه انا الكروكي كي موالفين نديرو شغل في الدار ما نحمروش، يعني نديرو غير هكا ونقطعوه وصايم. بصح اليوم طلعت لي عليه قلت نحمرو من الجوانب، باسكو اللي يجي محمر من الجوانب يجي الكو تاعو بخلاف هذاك اللي هكذا عادي. وهنا شوفوا لي المجمد تاعي، شوفوا لي هذيك الشوكولا لداخل كيفاش جات، ما شاء الله ما شاء الله. هنا برك حبيت نقول لكم هاد الكروكي هكا يعني الجو تاعو سبيسيال، صح داير غير بالماء والزيت والسكر، بصح والله العظيم غير جا بنين وتفخفخ وطلع وجا ما شاء الله ما شاء الله. هاد الخطره راني درتو، الخطره الجايه ان شاء الله راح نعاود نسيه وما راحش ندير له الشوكولا لداخل، يعني راح نكتر له برك نكتر له القارص هكا، نكتر له بزاف القارص هكا باش يجيني فيه القشباب هذاك تاع القارص. وهنا كما تشوفوا حطيته في هاد العلبه هكا وجيت باش نصورو معاكم.
هنا حبيباتي وصلنا لنهاية الفيديو. لو كان عجبكم الفيديو ما تنسونيش وما تبخلونيش بالجام وتاني البارتاج باش تكبر عائلتنا وتكبر لمتنا. حبوباتي، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، ومع السلامة. باي باي.